في لعبة واحدة بس ممكن تعمل انقلاب في العالم الرقمي كله. اللعبة دي الناس بتستناها من 10 سنين. شركة روك ستار نفسها قالت عنها ده مش بس مشروع لعبة، ده مشروع جيل كامل. GTA 6 مش مجرد لعبة، ده اختبار. هتختار الحرية ولا هتختار الفوضى؟ بس قبل ما تشتريها لازم تعرف الجانب اللي محدش بيحكيه هنا غيري. GTA 6 هتنزل في 2025 على جيل جديد، بس العالم أضخم من أي مدينة عملوها قبل كده في فيس سيتي. راجعة بس مش زي ما افتكرتها. التسريبات بتقول إنك هتلعب بشخصيتين، جاسون ولوسيا. جاسون شبه تومي القديم بس النسخة مظلمة من لوسيا، أول بطلة أنثى رئيسية في تاريخ السلسلة. كل واحد فيهم ليه خط، قصة خاصة بيه، وقراراتك هتفرق. يعني مش بس القصة دي، حياة كاملة. المفاجأة الذكاء الاصطناعي هيخلي ال NPCs بيفتكروك. تخيل تمشي في الشارع وواحد NPS أو اللعيب يوقفك ويقول لك مش انت اللي سرقت عربيتي من أسبوع؟ ليه الناس مهووسة بجي تي اي 6؟ جي تي اي عمرها ما كانت بس اكشن، هي كانت دايما فكرة انك تعمل اللي نفسك فيه من غير حساب. الناس بتحب اللعبة لانها بتكسر كل القيود اللي عندها، بس في الحياة الحقيقية ما يقدروش يعملوا كده. بس السؤال هنا، هل الناس بتلعب علشان تفرغ طاقتها وهمومها، ولا علشان تعيش الحياة في الجريمة وتنسى الحقيقة؟ جي تي ايه دايما كانت تحت النار، ضرب، سرقة، قتل، دعارة، عنف لفظي، كل حاجة غلط بتتعمل والناس بتحب ده. ما هو محدش يقدر في الحياة الحقيقية يعمل كل ده إلا وهيتجاب. طب دلوقتي الناس عايزة تعيش في ايه؟ ال AI دلوقتي بيتنبأ في 2026 ان كل اللعيبة اللي مستنيينها على نار حياتهم هتتغير بنسبة 40%. الإجرام هيزيد، وبالتالي اللعبة هنا مش بس مؤذية، ده كمان بتخلي الواحد يبقى عنده ميول إجرامية أكتر وأكتر. اللعبة دلوقتي بتنقسم إلى نوعين، يا ظالم يا مظلوم، مفيش وسط. وبالتالي الشرطة هتجري ورا المظلوم وهتسيب الظالم، لأن في الحياة الحقيقية القانون لا يحمي المغفلين. أهو بالظبط ده اللي شركة روك ستار بتطبقه في اللعبة. بس هل اللعبة بتغذي سلوك عدواني ولا بتفرغه؟ هل بتساعد الشاب يتنافسوا بعيد عن الواقع ولا بتخلي عندهم تطبيع مع الجريمة؟ في إحصائية اتعملت سنة 2023 للناس اللي مولودين من 2009 لحد 2015. الجيل ده كله طالع بيعشق الكمبيوتر والموبايل، ومحدش يقدر يستغنى عن الموبايل. تقدر دلوقتي تقول لي في كل بيت مين ما يقدرش يسيب التليفون بتاعه او الجيمنج بصفة عامة؟ مفيش حد. ما بالك بقى بلعبة جي تي ايه؟ الجيل الجديد طالع في عالم افتراضي. جي تي ايه بالنسبة له مش مجرد لعبة، ده محاكاة لحياة من غير قانون. المشكلة ان بعد كام ساعة لعب اللي جواه بيتغير ويبدأ يتقبل الفوضى ويستمتع بانه بيتخطى الخط الاحمر. وهنا بيجي السؤال، هل اللاعب مسؤول عن سلوك الناس ولا؟ في إحصائية اتعملت إن الذكاء الاصطناعي دلوقتي هو اللي متحكم في الإنترنت العالمي بنسبة 96%. كل الشركات دلوقتي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في التطوير والتنبؤ وكمان الإحصائيات، وانت قاعد ومش واخد بالك من الدنيا دي كلها. طب ايه اللي دخل ده في جي تي ايه؟ جي تي ايه 6 أول لعبة ضخمة تستخدم ال AI بالشكل ده. مش بس ذكاء اصطناعي جوه اللعبة، لا، اللعبة نفسها بتتعلم منك.
لو قررت تسرق المحلات الشرطة هتتعلم ده. لو بتكسر الإشارات الناس، باختصار اللعيب بيفتكرك وبيتفاعل معاك وكمان بيتغير سلوكه حسب كلامك وحسب سلوكك انت. يعني مش انت بس بتلعب، انت بتسيب بصمتك في عالم رقمي بيعيش وبيتطور ثانية بثانية. بس السؤال هنا بقى، بعد كل ده وانا وانت مستنيين جي تي اي 6 على نار، احنا بقالنا 10 سنين، هل هنستفاد؟ هل سلوكنا هتتغير ولا؟ جي تي اي 6 مش بس لعبة، دي مراية بتعكس المجتمع، بتكشف الجانب اللي محدش بيشوفه. علماء النفس قالوا عن لعبة جي تي اي 6 في حد ذاتها ان تقدر تغير السلوك البني آدم بنسبة 30%. يعني بدل ما تخليه شخصية سوية تقدر تخليه عدواني، وده في حد ذاته خطر. بس السؤال اللي لازم نسأله، هل روك ستار بتحاول تبني واقع جديد ولا بتهدم الحدود اللي بين الصح والغلط؟ اللعبة اللي هتبيع الملايين وهتسيطر على الانترنت بالشهور وبالسنين، بس انت هتلعب على شمال. ودي قناتي، ودي كانت نظرتي للعبة جي تي اي 6 من زاوية مختلفة. لو عجبك الفيديو سيب لايك واشتراك، واعمل مشاركة مع كل اللي بيحبوا اللعبة دي، واستعد لان اللي جاي مش لعبة، اللي جاي انت.